يوم الأحد القادم من تاريخ نشر الفيديو هتوقف كمية موبايلات كتيرة جدا شبكة، ولكن ما لهاش أي علاقة بالموبايلات اللي جاية من خارج مصر. ربما يكون تليفونك منهم. الفيديو ده مهم ليك كشخص عادي أو مستخدم، ومهم لأي فني صيانة. موقع ماينترا الخاص بالاتصالات هيوقف شريحة كبيرة من الموبايلات المستخدمة كسيلز. يعني ايه كسيلز؟ يعني الموبايلات اللي شغالة في الشركات والمحلات الكبرى والمولات، اللي هي بترن على الناس: يا فندم عندنا فيلا عايزين نبيعها، عندنا منتج عايزين نبيعه، ما عندنا شامبو عايز تجربه. اللي بتزعج الناس دي الموبايلات دي كلها، المكالمات دي كلها بتبلغ عليها من الناس اللي بتجيهم رنات الاتصالات دي على اساس انهم هم ازعاج او تهكير. الموبايلات دي من يوم الاحد اللي جاي معظمها او الكل ماينترا هتوقف الشغل عليها تماما كشبكه. يعني انت لو فن صيانه ممكن يخش لك تليفون للبيع تمام من اي حد، رجل اعمال ولا واحد بتاع مبيعات والكلام ده كله عايز يبيع الجهاز ده. طبعا انت تفحص، تشيك عندك، تشوف الشبكه مفيش ضريبه، كل حاجه تمام زي الفل، تشتري التليفون تركنه عندك بعد يوم لحد تلبس فيه. فخلي بالك، اي موبايل هيجي لك من دلوقتي مع اي شخص معروف او معاه بيزنس كبير او كان جاي يبيعه لك، ما تشتريهوش في الوقت الحالي، لان ماي نترا هتوقف كميه كبيره جدا من موبايلات السيلز اللي بيستخدموها في الشركات للمبيعات، علشان بتكون مصدر ازعاج للناس. فخلي بالك الفتره دي علشان ما تتضرش كمستخدم او كفن صيانه معك محل. انا حبيت انوه الفيديو ده واشرحه علشان الناس تاخد بالها. تحياتي ليك، بحبك في الله.